عبد الحق القرشي محمد زكريا، أصل مغربي، حامل الجنسية البحرينية، عداء دولي. من بين النتائج اللي قدمتها لمملكة البحرين وأنا جد فخور بهذه النتائج: بطولة آسيا بكولومبو ميدالية فضية كذلك ببطولة آسيا بالفلبين، ميداليتين بالألعاب الأولمبية الآسيوية ببوسان بما فيها نحاسية وفضية، وكذلك بطل العالم عسكري بفرنسا ميدالية ذهبية، وكذلك الرتبة الثالثة على حسب الفرق، الرتبة الثانية كذلك في بطولة العالم بلبنان على حسب الفرق، بطل بطولة ذهبية في بطولة الخليج مملكة البحرين، 5 ميداليات في البطولة العربية، ومثلت مملكة البحرين وأنا جد فخور بهذه النتائج في كل من بطولة العالم باريس، بطولة العالم بأوساكا، ألعاب أولمبيا بكين، ألعاب أولمبيا بأتين، وكذلك بطولة العالم بالعدو الريفي غراسكاو، بزوريخ، بسانتيتيان، ببيلفاست. وكذلك كما كتشوفوا الصديق ديالي والزميل ديالي رياض مصطفى اللي ساندنا كل هذه طيله السنه، اللي حقق معايا جميع مجموعه من النتائج على المستوى الخليجي والمستوى الاسيوي والمستوى الدولي والمستوى القاري. حققنا لمملكه البحرين يعني انجازات كبيره جدا في مختلف التظاهرات الاسيويه، بطوله العالم العسكريه، شاركنا في الالعاب الاولمبيه، شاركنا في بطوله العالم، يعني حصلنا على اكثر من 12 ميداليه في مختلف مسابقات دوليه. اطلب من صاحب الجلاله الشيخ حمد نصره الله والاسره الملكي بما فيها الشيخ ناصر والشيخ خالد، لان كيقدموا كل الدعم للرياضه البحرينيه وبالاخص العاب القوى، واللي كنتمنى انصافنا، لان تعرضنا لمجموع من الاهانات من بعض الاشخاص، وتعرضنا للظلم وتعرضنا للحصار. يعني تمارس علينا الظلم من بعض الاشخاص في الاتحاد البحريني للالعاب القوى، فلهذا ما عمرنا توصلناش بالمستحقات ديالنا، واللي كنا كنصرفوا من مالنا الخاص. توقعت قطعتي الوظيفه في 2006 الى يومنا هذا، وبقيت كنشارك للمملكه الى 2010، يعني حصلت على ميداليات. كنبغي نوصل واحد الرساله للسلطات العليا بما فيها الشيخ نصر والشيخ خالد نصرهم الله، انهم كيقدموا دعم كبير لالعاب القوى، ولهذا الناس اللي كتوصلهم هذا الدعم فانهم غير اهلين لهذه الثقه، واللي كنطلبوا من السلطات العليا لجنه التحقيق، فاحنا مستعدين كل استعداد باش نوريو فين كاين الخلل. كنتمنى ان شاء الله الرساله ديالنا ان شاء الله توصل لصاحب الجلاله الشيخ حمد نصر الله والاسره الملكيه الشيخ نصر والشيخ خالد. كنطالبوا الجهات السلطات العليا بالانصاف ديالنا من طرف سعاده جلاله الملك نصره الله وسعاده الشيخ خالد والشيخ ناصر بالانصاف ديالنا، لان عطينا الشيء الكثير لمملكه البحرين وحملنا رايه البحرين في جميع البطولات. فالان بدون مستقبل، فالان كنعيشوا واحد الظروف صعبه جدا، بدون عمل، بدون وظيفه، بدون اي شيء. فلهذا فكنتمنى من السلطات العليا دير واحد التحقيق، لان دمرونا بعض الاشخاص في الاتحاد البحريني للالعاب القوى.